السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهاردة هنعمل وصفة البان كيك، سهلة جدا وسريعة والأطفال بيحبوها والكبار كمان بيحبوها. يعني بصي، بمقادير بسيطة جدا هتعملي حاجات لأولادك في البيت بدل ما تشتريها من برا، وبرضو مش تكلفة اللي هي برضو. تمام. أول حاجة أنا حطيت بيضة، حبة بيضة واحدة بس، ممكن تضيفي بيضتين كحد اقصى يعني، لكن ما تزوديش اكتر من كده. تمام. هي عملتها بحبة بيض واحدة، كيس من الفانيليا، 4 معالق من السكر. انا بعاير بالمعلقة اللي هي معلقة اللي احنا بناكل بيها الطعام، اللي هي العادية دي، معلقة الرز والمكرونة. ما عنديش المعالق اللي هي المعيارية، عندك المعالق اللي هي المعيارية او الكوبايات عادي استخدميها، مفيش اي مشكلة. تمام. يبقى انا كده حطيت واحدة حبة بيض، وبعد كده كيس من الفانيليا، 4 معالق من السكر، معلقتين من الزيت، معلقتين من السمنة، وممكن تخليهم 4 معالق من الزيت او 4 معالق من السمنة، او نص ونص زي ما انا عملت، مفيش مشكلة، ده شغال وده شغال. ضربتهم مع بعض كده لحد ما وصلتوا للقوام اللي احنا شايفينه دوت مع بعض. بعد كده نزلت، ممكن هنا تستخدمي اكتر من حاجة، عندك اختياري، ممكن لبن، ممكن رايب، ممكن زبادي. انا هنا كان عندي زبادي فنزلت ب8 معالق من الزبادي. تمام. وضربتهم مع بعض بالشكل دوت، وكمان حطيت معلقه خل وكوبايه من الدقيق، نخلتها بالشكل دوت، ونزلت عليها بمعلقه من البيكنج باودر، ده مش كيس كامل، انا كنت واخده منه قبل كده، ورشه ملح. وبدات ان انا اقلبهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين. انا عملتهم في طبق كده صغنن، حاجه كده ايه للفطار، سهله وسريعه، ما بتاخدش اي وقت. تمام. زي ما انتم شايفين معايا كده بدأت اضرب عشان مبقاش فيه اي تكتلات. كمان بكمل بالمضرب اليدوي علشان اتأكد ان مفيش اي تكتلات. ممكن ما عندكيش مضرب، بتبدأي ان انتي تصفيه في مصفى عشان لو في تكتلات ولا حاجة تختفي معاكي، او يعني المصفى تبقى المانع ان هي الخليط بتاعك ما يبقاش فيه تكتلات. تمام. عندي طاسة هنا تيفال، ممكن تمسحيها بمسحة زيت او ممكن ما تمسحهاش خالص، انا مش بمسحها بصراحة باي حاجة خالص، ولا مسح الزيت ولا مسح السمنه ولا اي حاجه. وزي ما انتم شايفين كده ببدا ان انا طبعا الحجم بتاع البانكيك ده انتي براحتك فيه. انا عملت الكميه دي جزء كبير زي كده، والجزء التاني عملته ميني كب كيك صغنن كده خالص، لان ابني بيروح الحضانه، فقلت ايه ان انا اديله من الصغير ده يبقى على قده كده، يعرف ان هو ياكله يعني لوحده، لان انا مش هبقى متواجده معاه. تمام. بعد ما حطيتها بقى بتبدأ تعمل الفقاعات اللي انتوا شفتوها دي، واول ما بحس ان هي مش هدت حيلها ومسكت نفسها من تحت كده، بروح قلبها الناحية التانية. لو كشكشت منك من الجنب مفيش اي مشكلة، بترجعي بتعدليها، لما بتقلبيها بتعدليها بالمعلقة اللي معاكي، بتبدأ تفرد تاني وبتبقى جميلة، والنتيجة بتبقى طالعة روعة ومفيهاش اي مشكلة. ده اللي هو الميني كب كيك، حاجة بسيطة جدا سهلة وسريعة. زي ما انتوا شايفين كده طالع شكله جميل، لونه دهبي جميل جدا وطري وهش ومتفرغ من جوه، بجد حاجة روعة. جرب الوصفة دي هتعجبك، والنتيجة مضمونة 100% زي ما انت شايفة كده قدامك. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والشير مع حبايبكم واصحابكم، والاشتراك والكومنت حتى بوردة بسيطة جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم، باي باي.